ازيكم يا أجمل متابعين في قناتنا نونا والحكاية. النهاردة جايبالكم قصة من أخطر وأغرب القصص اللي اتبعتت لينا. قصة شاب اسمه ماجد سافر السعودية علشان يشتغل ويأمن مستقبله، لكنه اتفاجئ إن الغربة مش بس شغل وفلوس. الغربة ساعات بتدخلنا في مواقف تقلب حياتنا رأس على عقب. ماجد عنده 20 سنة، شاب زي أي شاب في مصر بيحلم بالسفر علشان يحوش قرشين ويبني نفسه ويرجع يفرح أهله. بيقول أنا كنت عايش حياة بسيطة جدا، وبصراحة كنت حاسس إن مفيش أمل لو فضلت قاعد، لحد ما جاتلي فرصة أسافر السعودية بعقد شغل. وقتها حسيت إن الدنيا كلها بتضحكلي. أول ما نزل المطار هناك كان في سواق مستني ياخده على الموقع اللي هيشتغل فيه. ماجد بيحكي: وأنا في الطريق قلبي كان بيدق جامد، خايف ومتحمس في نفس الوقت. أول مرة أسافر، أول مرة أبعد عن أهلي. السواق قال لي: اوعى تقلق، هتقابل الكفيلة بتاعتك وهي هتكون سند ليك. أنا استغربت وقلت يعني إيه كفيلة؟ وبدأ يشرح لي إن هي المهندسة اللي أنا هشتغل معاها. دخل الموقع، أول مرة يشوف المهندسة فاطمة، ست في الأربعينات، شيك جدا ووقفتها كلها قوة وهيبة. بيقول: أنا أول ما سلمت عليها حسيت إن ليها كاريزما مش طبيعية، بس في نفس الوقت حسيت إنها إنسانة مختلفة، ما كنتش زي أي مدير شفته في حياتي. ابتسمت وقالت لي: أهلا يا ماجد، أنا سامع عنك كلام حلو وإنك شاطر، وأنا مستنياك تثبت لي ده. عدت الأيام وماجد ابتدى يثبت نفسه في الشغل. كان نشيط وبيخلص أكتر من أي عامل تاني. المهندسة فاطمة بدأت تلاحظ مجهوده وبدأت تكلمه أكتر وتديله مسؤوليات أكبر. بيقول: في أول شهرين كنت بعمل إنتاج يخلصوا 3 أعمال غيري. هي كانت فرحانة جدا بيا، وفي يوم لقيت المرتب بتاعي اتضاعف من غير مطلب. أنا اتفاجئت وقلت في نفسي: هو أنا محظوظ كده ليه؟ العلاقة بينه وبين المهندسة بدأت تبقى مش مجرد شغل، هي بقت تعتمد عليه في كل حاجة. لو في زيارة مهمة في الموقع، ماجد لازم يبقى موجود. لو في مشكلة في العمال، ماجد هو اللي يحلها. بيقول: في لحظة حسيت إني مش مجرد عامل، حسيت إني بقيت مدير صغير. بقيت أنا اللي بدي أوامر للعمال وهي كانت بتشجعني دايما. بس في نفس الوقت كنت حاسس إنها واخدة بالها مني بطريقة مختلفة. نظراتها وكلامها كانوا غريبين شوية. مرة في مرة المهندسة فاطمة بقت تتعامل مع ماجد بارتياح أكتر. بقت تكلمه عن حياتها، عن ضغوط الشغل، وعن إنها متجوزة لكن جوزها عايش بره وبيسافر كتير. بيقول: أنا كنت سامع وبس، مش برد، بس في داخلي بدأت أحس إني متورط. أنا شاب صغير محروم من الحنية والاهتمام، وفجأة لقيت ست كبيرة في السن، ناجحة وغنية وبتديني كل ده. حقيقي اتلخبطت. يوم جمعة كل العمال كانوا في إجازة، وماجد كان الوحيد اللي راح يكمل شوية شغل. فجأة لقى المهندسة فاطمة طلعله الموقع. ساعتها اتفاجئ وقال: باش مهندسة، انت جاية النهاردة ازاي؟ مفيش حد في الموقع غيري. ابتسمت وقالت: ما هو عشان كده جيت، كنت محتاجة اتكلم معاك. من هنا ماجد ابتدى يحس إن في حاجة مختلفة جدا، وإن حياته داخلة في منحنى مش طبيعي. ومن اليوم ده بقى في مواقف كتير بتجمعهم لوحدهم. هي بقت تثق فيه أكتر وأكتر، لدرجة إنها خليته المسؤول الأول عن مشاريعها. ماجد بيقول: أنا في خلال سنة واحدة حياتي كلها اتقلبت. من مجرد عامل بسيط بقبض 1500 ريال بقيت مسؤول مشاريع كبيرة، مرتبي أضعاف، ومعايا فلوس عمري ما كنت أحلم بيها. بس كل ده كان ليه تمن، وأنا لسه مش عارف أنا قادر أدفع ولا لأ. الحيرة كبرت جوه ماجد. هو بيحب النجاح اللي وصله، بس في نفس الوقت مش قادر يحدد حدود العلاقة دي. بيقول: هي ساعات بتعاملني كابنها، وساعات كصديق، وساعات تانية بحس إن الموضوع مختلف خالص، وأنا من جوايا مش عارف أقول إيه ولا أتصرف إزاي. وفي يوم حصلت مشكلة كبيرة في الموقع. العمال رفضوا يشتغلوا بسبب ضغط الشغل، لكن ماجد وقف وأقنعهم يكملوا. النتيجة إن المشروع اتسلم قبل ما يعادوا، والمهندسة فرحت جدا. ساعتها قالت له: أنا فخورة بيك يا ماجد، أنت مش بس عامل عندي، أنت بقيت سند حقيقي. الكلمة دي خلت قلبه يدق بطريقة غريبة.